التغطية والكرة تخلصت، عادت في الجانب المقابل مرتدة لمنتخب المغرب، خطيرة للمنتخب المغربي، وبعد ذلك صافرة حكم المباراة الدولي المصري إبراهيم نور الدين تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتقدم أو فوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. هي مباريات الديربي، هي المباريات العربية كانت تسير بشكل جيد حتى اللحظات الأخيرة. عموما مشاهدينا متابعينا في كل مكان، قمة العربية تنتهي بفوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء هنا في الملعب الأولمبي برادس. على الود والمحبة بدأت، نتمنى بأن تنتهي كذلك كما هي دائما المباريات العربية والروابط العربية التي تجمعنا من المحيط إلى الخليج. نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل أحداث هذه المواجهة مع الزميل هيكل الشعري. مبروك طلال القرقوري، هارد لك سامي الطرابلسي. مشاهدينا دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى أرضية الملعب أو إلى الاستوديوهات التحليلية مع الزميل هيكل الشعري. هيكل تفضل. بنهاية المباراة بتفوق المنتخب المغربي على حساب المنتخب التونسي هدف مقابل 0، ولكن ما يؤسف المشاهد الأخيرة التي شاهدناها عند نهاية